هلا هلا حبايبي، شلونكم؟ مشتاقة لكم، رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا اليوم عطلة، لهذا الروتين حيبدي من الصبح عندي اليوم. صادف هذا اليوم يوم الاثنين، مصادف 18/12/2023. هذا اليوم هو يوم انتخابات مجلس المحافظة عندنا بالعراق، فلهذا هو يوم عطلة. طبعا عندنا يومين، يصادف يوم اثنين وثلاثاء، اثنين عطلة صارت، فلهذا ما عندنا نوم هذا اليومين. فقررت أصور وياكم فيديو بسيط. قعدت من الصبح بعد، وكان ما عندي شغل، يعني شغل بسيط عندي بالبيت كملته. بعد ما تريقت كملت الشغل البسيط وبلشت بالمطبخ. عندي هنا فتحت الثلاجة، لقيت فلفل دارة. هاي الفلفل دارة عندي موجودة صار فترة بالثلاجة، طبعا هاي من البستان مالتنا جايبيها مو مشترى. فقلت ليش حرامات موجودة بالثلاجة وتعدم، خلي أطلعها. لما طلعتها لقيتها بها أسود مثل ما تشوفون، يعني مهلوقة شوية من كثر ما هي باقة بالثلاجة. فما عليها شي، لأن هي مو مصوبة، لا هي لين طلت بالثلاجة فصار هذا شكلها بها أسود. فقلت لا أطلعها وأفرزها وياكم أحسن. الطريقة هاي أنا أول مرة أسوي بها فرز فلفل دارة بهذا الشكل. كل مرة أنا أفرزها بنايلون، أحطها بكيس نايلون وأقعد أفرز يعني وأحطها بالفريز. بس هالمرة لا، قلت لا ليش بكيس نايلون، خل أجرب هاي الطريقة، لأن بصراحة بكيس النايلون ما عجبتني، من طلعتها من الفريز ما عجبتني، فقلت هاي الطريقة تكون أفضل. طبعا هنا تشوفون عندي فلفل دارة حارة أيضا بالكاسة، هاي حسويها طرشي. بس بغير يوم بنفس اليوم لأن ما لحق، لأن عندي طلعات ظهر. هاي البقعة من الفلفل دارة اللي عندي راح أخليها بالثلاجة، ما بيها شي يحتاجها للأكل. هاي قلت لكم طرشي راح أسويها. أما هاي فمثل ما تشوفون غلفتها بهذا الشكل، قبغتها زين وحخليها بالفريز أو بالمجمدة، وقت اللي ما أحتاج أطلع من عندها. طبعا راح تشوفون أيضا عندي فلفل دارة حمراء، هاي راح أغسلها وأحطها بمصفي، وبعدين أحطها بصين يعني أيبسها حتى وقت أو أطحنها إن شاء الله، بس بطريقة راح أصورها لكم قناتي الثانية. هاي هي الفلفل الدارة اللي أحكي لكم عنها الحمراء، أيبسها بس بطريقة راح أصورها وأنزلها بقناتي الثانية، تعلم ما لم تعلموا. هنا عندي الغدا سويت تبس باذنجان، مثل ما تشوفون تبس باذنجان، طريقة تركيب يعني مو تقلاه، يعني ما قليته، طبقته باذنجان. تمام. وهنا عندي برغل، وعندي أيضا تمن. طبعا البرغل هنا لنفرين يعني ما عونين، شوفوا قليل لأن احنا 4 نتغدى، 4 نفرات. هنا عندي أيضا طماطة هاي للعشاء خليتها. تمام، جهزتها لأن راح أطلع وحرجع للمغرب واحتمال أتأخر، فقلت أجهز العشاء من هسه. هنا عندي التمن هاي نفرين، والبرغل نفرين. قلت احنا 4 نفرات راح نتغدى اليوم. هنا بعد ما طلعت والظهر ورجعت للمغرب، هنا قبل المغرب مثل ما تشوفون شوية ماكو إطلاقات أحد لأن يوم انتخابات. رجعت للبيت، بديت بالغداء، حميت الطماطة بالعشاء عفوا، حميت الطماطة. هنا جيت لقيت عندنا أخويا جايب قص من الظهر جايبه. هو مو قص عفوا، هنا صاجية همبرجر. بالبداية أنا كنت متصورة إنها صاجية لحم، لأن شفت اللحم داخلها، بس بعدين شفت إنه صاجية همبرجر، وها أول مرة أشوف إنه الهمبرجر يسووه صاجية، ما أدري يعني. المهم، فجايبهن من الظهر يحتاجين حمي، فجبت الطاوة وحطيتهن أحميهن بهذا الشكل. احنا العدد راح يتعشى هو 3 فقط، 3 نفرات فقط راح نتعشى، لهذا حسوي كمية بسيطة، ما راح أسوي الكمية كلها. هنا عندي 3 وحميت 3 ثانية أيضا. سويت 6 لأن ما راح ناكلهن كلهن، لأن احنا كل من راح ياكل وحدة. تمام، حميت تاني 6. وهاي طريقة الحمي مالتها كلش سهلة وبسيطة، حتى بالداخل حمى. تمام، كلش سهلة وبس. وهاي الكمية، وهذا هو العشاء مالتي. سويت صاجية حميتها، وعندي طماطة أنا أيضا سويتها من الظهر وحميتها أيضا بالعشاء. وهاي الروبة أيضا راح ناكلها، وهاي بوتيتا مسلوقة. عشاء بسيط يعني. فضلا وليس أمر اشتراك بالقناة، تفعيل زر